السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم. اللهم لا إله إلا أنت وحدك لا شريك له وأن محمدا عبدك ورسولك. النهاردة هنعمل معانا بقى قاعدين محتارين، قلت ايه هنعمل ايه؟ كبدة. هنعمل كبدة قطع صغيرة بالبطاطس والفلفل، ومعايا الكبدة الشرايح. طبعا عملتها معاكم قبل كده. تعالوا بقى نتبلها. هنتبل دي بالليمون، عليها ليمونتين كده وده عليها ليمونتين. معايا البصل ومعايا الفلفل، بس الاول هنتبلهم كده بالليمون. نعصر ليمونه كده تضيع طعم الزفاره لو فيها زفاره. طبعا انا غسلها كويس، انا بحب اغسلها زي ما انتوا شايفين كده. طبعا هناخد برضو معانا شويه خل، شعرة ملح، شعرة فلفل اسمر، شعرة كمون، شعرة كزبره، حبهان بودر، توم بودر، بصل بودر. الحاجات دي كده بتديلها نكهه وطعم حلو وجميله. يعني انا حسيت ان الطبق صغير كده فجبت ايه حاجه واسعه شويه. تعالوا بقى ناخد ايه شويه ميه البصل. دي بصله من انا كده كده فرماه عشان الكبده القطع. هاخد الميه بتاعتهم طبعا وتسيبها بقى نص ساعه كده في التتبيله دي. الله الله على طعمها بصراحه. طعم التتبيله بالميه البصل بالليمون بالخل، الحاجات دي كلها بتدي لها نكهه وطعم حلو. معايا بقى حله على النار، انزل بشويه زيت او سمنه اللي انتوا عايزينه، وانزل بالبصل بتاعي. اقلبه كويس. شويه فلفل اسمر بقى كده مع البصله تدبلها. دبلت معايا هي زي ما انتوا شايفين. انزل بالفلفل. كل حاجه كده ايه تاخد لها ايه دقيقتين كده يعني على النار. انزل بقى كده بالكبده بتاعتي واكمل بقيه بهاراتي. الملح، شعرة كمون، شعرة كزبره، حبهان بودر. عايزه تحطي 7 بهارات، بس انا هحط التوم بودر، بصل بودر، الحاجه اللي انا حطيتها على التتبيله انا هحطها، وكمون وكزبره بس. عايزه تضيفي ال7 بهارات ده حاجه برضو ترجع لك انتي. غطي عليها بقى كده تاخد تدي مع نفسها. ده بقى حته توم عشان تدينا نكهه طبعا حلوه للاكل بتاعنا. تعالوا بقى نشوف ايه, نعمل التتبيله بتاعتنا بقى بتاعت ايه. الرده بقى بتاعتي هنا ما هيش متبله. هحط شويه فلفل اصفر، شويه فلفل اسمر، شويه ملح، توم باودر، بصل باودر، إيه كمون، كزبره. نفس الحاجات اللي انا حطيتها في التتبيله هي في الاكل عادي احطها في الرده هحطها. طبعا معايا زيت على النار. وتعالوا بقى نشوف نتبل وهنعمل ايه. دي كده خلاص دخلت في السويه. هي انا احط عود كزبره، عندي عود كزبره او عود بقدونس، حاجه كده تديلها. بس ايه يعني يا دوبك احطها يا دوبك اشيلها عشان العود الكزبره بتاعي ما يغيرش لون. خلاص كده هقلبها تقليبه وهشيلها ان شاء الله. تعالوا بقى نشوف. تبلت دك عليها جامد. هنا طبعا معانا الزيت على البوتاجاز. سهله جدا وطعمها بجد جميل. انا بحب الكبده الشرايح دي جدا. يا ريت يا جماعة تدعمونا باللايك والشير، ما تبخلوش علينا باللايك عشان يوصل لأكبر عدد ممكن من الناس. ويا ريت تجربوا برضو الأكلات بتاعتنا دي وتكتبوا لنا رأيكم في الكومنتات. كده هنعمل بقية الكمية اللي معانا كده. خلاص ما عادش حاجة يعني. هو نص كيلو بس بصراحة جميلة. أنا حبيتها كمان عن القطع وسهلة. ويا ده أنا محتارة أطبخ إيه، أجيب النص كيلو كبدة في ثواني مش هياخد مننا وقت. خلاص كده تعالوا بقى شوفوا الشكل النهائي بقى. دي الكبدة بتاعتنا، ودي معانا الكبدة القطع اللي بالبصل والفلفل. وقولوا رأيكم بقى.
ويا ريت تقولوا لنا رأيكم وتدعمونا باللايك والشير. شكرا لكم حبايب قلبي.